السلام عليكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وانتوا بتتفرجوا على الفيديو بتاعي النهاردة. في حلقة النهاردة هشارك معاكم روتيني خلال الأجازة. بعمل ايه في يومي في الأجازة وازاي بنظم وقتي، وكمان ازاي بقدر استغل الأجازة لأقصى درجة ممكنة. كل ده وأكتر ان شاء الله في فيديو النهاردة. بس قبل ما نبدأ الفيديو حابة اعتذر لكم عن فترة الغياب الطويلة جدا دي. بقالي اكتر من شهر ما بنزلش فيديوهات، انا عارفة. بس والله كان عندي ظروف كتيرة جدا منعاني اني اصور لكم واني انزل لكم فيديوهات. وده ان شاء الله هيكون يعني الرجعة بقى بتاعتنا، بدأنا نرجع تاني وننزل فيديوهات. وان شاء الله الفترة الجاية هنزل لكم فيديوهات حلوة جدا ومختلفة عن اللي كنت بعملها لكم الفترة اللي فاتت. فترقبوا بقى ان شاء الله فيديوهات جميلة يا رب تعجبكم. ودلوقتي يلا نبدأ فيديو النهاردة. اول حاجه طبعا بعملها في يومي اني بصحى من النوم، ومش هقول لكم ان انا بصحى بدري الصراحه لان احنا في الاجازه فغصب عني. مش بصحى بدري، يعني مش بصحى الساعه 7 او 8 او كده، بصحى الساعه 10 وساعات 11. هحاول يعني الفتره الجايه ان شاء الله ان انا اظبط نومي. بعد كده بصلي، هنا صليت الفجر. انا عارفه ان هي حاجه غلط اللي انا المفروض اصليه في وقته، بس انا مش بعرف اصحى خالص 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 يعني في الميعاد بتاع الفجر مهما ظبطت منبهات مش بعرف. فانا بضطر ان انا اصليه اول ما اصحى. وهنا قرأت أذكار الصباح والمساء. بعد كده فطرت وعملت المورنينج سكين كير روتين بتاعي. وبدأت هنا اني ابتدي اشتغل على نفسي شوية في الاجازة في تعلم الاسباني. انا كنت بدأت ان انا اتعلم اسبانيش في الصيف اللي فات، وكنت بتعلم شوية في المدرسة، بس بعد كده توقفت بقى عشان خاطر الامتحانات والمدرسة وكده. فقررت اني ارجع اكمل تعلم الاسباني بتاعي. بستخدم التطبيق ده اسمه بوسو، تحفة جدا، تحفة 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 لتعلم لغات كتيرة جدا. في لغات كتيرة، في كوري، في انجليش، في اسبانيش، في فرنش، في الماني، في ايطالي، في تقريبا سويدي، في حاجات كتيرة جدا. في لغات كتيرة جدا تقدروا تتعلموها عليه. وبجد مستواه قوي. مش بيديكم كده حاجات انتوا عارفينها قبل كده، يعني حتى لو مثلا في الانجليش الناس اللي مستواها B1 و B2 بالنسبة يعني هتستفاد جدا من الابليكيشن ده. تقدروا طبعا تنزلوه. بس هو يعني ايه، لو تليفونكم قديم شوية هتحسوا ان هو بيهنج معاكم، بس على اللاب او كمبيوتر بيبقى تحفة جدا. هو بيعلمكم الابليكيشن ده بيعلمكم كلمات جديدة، وبيعمل لكم اختبار على كل ليسن. بيبقى تدريبات كده، بيعلمكم الكلمات عن طريق تدريبات انتوا بتحلوها. واحسن حاجه فيه ان هو مش يعني مثلا مش بيعلمكم اول ما بتيجوا تعلموا معنى كلمه بالانجليزي مثلا، مش بيقولها لكم بالعربي، لا هو بيقول لكم المعنى بتاعها بالانجليزي، الديفينيشن بتاعها بالانجليزي. وده طبعا احسن بكتير لتعلم اي لغه. ويعني الكلام ده في بقيه اللغات، مثلا هنا في الاسبانيش كلمه جديده يقول لك مثلا اولا، دي احنا بنستخدمها عشان احنا ايه، اللي احنا نقول مرحبا او للترحيب او كده. السؤال ده مثلا احنا بنستخدمه عشان نعمل كذا. فهو بيشرح لكم كل حاجة باللغة اللي انتوا بتتعلموها. وده طبعا ممتاز جدا جدا لانه هو بيساعدكم على تحسين اللغة دي كتير. وهنا بعد ما بتحلوا الأسئلة، حتى لو في أسئلة انتوا يعني حليتوها غلط، بيعيدها لكم تاني في الآخر، في آخر الليسون، عشان تتأكدوا اللي انتوا يعني ايه حلينها، يعني اللي انتوا فهمتوها. لازم تحلوا كل الكلمات صح، مش هيخلص معاكم الليسون غير ما تحلوا كل الكلمات صح. الفترة دي يا جماعة أنا بحاول أقرأ شوية، لأن القراءة بجد ليها فوائد كتيرة جدا جدا. فهنا قرأت تاريخ العثمانيين، بدأت أقرأ الكتاب ده. هو كتاب طويل شوية، يعني هو مش شوية، هو شويتين تلاتة. بس مش مشكلة، خلال الأجازة لو كل يوم هقرأ منه 5 6 صفحات في الأجازة هلحق أخلصه قبل المدرسة. او مثلا بالنسبه لي ممكن ايه اقرا منه اجزاء معينه واسيب بقيه الاجزاء، ما عنديش مشكله. بس المهم ان انا بحب اقرا في التاريخ، يعني من المجالات اللي انا بحب اقراها قوي في الكتب هي التاريخ. لان احنا من خلال يعني كتب التاريخ دي احنا بنتعرف على الحضارات القديمه وكده. وكمان في نفس الوقت الحاجات دي بتنفع على فكره في المدرسه وفي الكلام ده. لان انتي في التاريخ مثلا، في احنا بناخد الدوله العثمانيه في التاريخ، فاللي احنا نقرا كتاب مثلا عن الدوله العثمانيه ده هيفيدنا جدا بعد كده في المدرسه. ومعلومات عامة حلوة جدا بنكتسبها. وفكرة الكتاب بقى، بصوا فيه خرايط بتاع الدولة العثمانية في عصر كل، يعني في عصر كل حاكم كانت الحدود بتاعت الدولة توصلت لحد فين. فالكتاب صراحة جميل جدا، هخلصه خالص. وإن شاء الله في آخر السنة هعمل لكم كده فيديو عن أفضل الكتب اللي قرأتها في سنة 2025. وأعتقد الكتاب ده هيكون منهم. عايزاكم تكتبولي في الكومنتس ايه هو اكتر كتاب انتوا بتحبوه. وطبعا يا جماعة اهم حاجة في الاجازة هي الابداعات الطبخية بتاعتي. بصوا ايه رأيكم في المكرونة البشاميل دي، انا اللي عاملاها. والله كنت هصور لكم بقية الصينية بس للأسف هي كلها اتاكلت. تحفة تحفة تحفة.
مش عشان أنا اللي عاملاها والله، بس يعني هي طلعت طعمها جميل جدا. لو عايزين الطريقة بتاعتها اكتبولي في الكومنتس، وان شاء الله يعني ايه اعمل لكم الطريقة بتاعتها كده في فيديو منفصل لوحدها. تدوا طبخي كام من 10؟ اكتبوا ده في الكومنتات. بعد كده انا بروح قررت يعني السنه دي اللي انا ارجع تاني اراجع القران بتاعي كويس، لان انا ما كان بقالي فتره ما بروحش الكتاب، يعني كنت براجع في البيت، فانا قررت اني اروح المسجد عشان اراجع تاني القران بتاعي. وحقيقي بجد الحمد لله لقيت اخيرا مسجد فيه محفظات شاطرين جدا ما شاء الله تبارك الله عليهم، واللي بدات كده وقريب مني، لان المشكله لو لقيت مسجد بيبقى بعيد عني، فالحمد لله لقيت مسجد قريب والمحفظات اللي فيه شاطرين جدا ما شاء الله. فبدأت أراجع كده تاني القرآن بتاعي. أهم حاجة إنكم تعملوها في الأجازة بجد والله، وهتفرق معاكم جدا، يا تحفظوا القرآن لو انتوا مش حافظين، أو تراجعوه لو انتوا كنتوا حافظين وما بتراجعوش. احنا هنا بقى واحنا في الطريق للبيت بعد ما خلصنا الكتاب، قلت بقى اصور لكم كده. هو بجد احسن حاجة انتوا هتعملوها في حياتكم والله انكم هتحفظوا القرآن، لان القرآن ده هيبقى شفيع ليكم يوم القيامة، وهتعلوا بيه درجات في الجنة. بعد ما رجعت البيت بعد كده قبل ما ننام اهم حاجه نعملها هي السكين كير. هنا انا جبت بقى الفتره دي الغسول ده من كلير سيل، تحفه 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 جدا يا جماعه، بجد ده ياخد جايزه احسن غسول انا جربته لحد دلوقتي. جنتل جدا على البشرة، وكمان فيه مواد حلوة قوي زي السلسليك اسيد، فهو حلو للحبوب، يعمل كده تقشير خفيف للبشرة، وبيرغي حلو. المرطب بقى بستخدم ده من ديرما سوفت بلس، هو حقيقي بصوا هو حلو بس ما عجبنيش قوي، لان حسيت ان هو فيه زيوت كتير، فلو انتوا بشرتكم دهنية مش هيبقى مناسب بالنسبه لكم، عشان ممكن يطلع لكم حبوب. لكن لو انتوا مثلا بشرتكم جافه ده هيبقى تحفه جدا، ولو مثلا بشرتكم انتوا مختلطه اعتقد برضو هيمشي معاه. لكن لو بشرتكم دهنية او مختلطة مائلة للدهنية مش هيمشي معاه خالص. انما كلير سيل ده مناسب لكل انواع البشرة، وخصوصا بقى لو انتي بشرة مختلطة او مختلطة مائلة للدهنية او دهنية، هيبقى تحفة تحفة جدا كلير سيل للبشرات دي. وبس كده، ده كان روتيني خلال الاجازه. اتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه، وطبعا لو عجبكم الفيديو ياريت تعملوا له لايك وشير لاصحابكم وقرايبكم علشان يستفادوا هما كمان. ولو دي اول مره تشوفوني ياريت تعملوا سبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل فيديو بنزله. وعايزاكم تكتبولي في الكومنتس بتعملوا ايه في يومكم خلال الاجازه، واشوفكم في فيديو جديد. باي.